بسم الله ولا إله إلا الله، صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد مساك ويسعد جميع اوقاتكم ان شاء الله تكونوا بخير، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل حاجة. احنا دلوقتي في الصيف وفي الحر، حاجة تنطبي بيها على قلب أطفالك. الجو حر جدا جدا، ولازم نعمل للأطفال حاجة ترطب على قلبه. بس يلا ما تنسانيش من اللايك والشير. لايك فضلا وليس أمرا، لايك مجدعا. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا جماعة الخير، أنا ما بعرفش أقطع في الفيديو، فأنا بسيب الفيديو ينزل على طبيعته كده. حطيت حل على وابور الجاز وكوبايتين من اللبن، هتسيبي شوية في المج. هتسيبي شوية في المج وتحطي معلقتين من النشا. النشا لو هو خامته كويسة هيعمل معاكي طبق مهلبية حلو جدا جدا جدا، وتقلبيها في المج وتحطيها. احنا هنعمل هنا المهلبية بطعم مختلف عن المهلبية اللي انتوا تعرفوها بتاعت زمان خالص، وبقوام كريمي وناعم. وتحط السكر حسب رغبتك، انا هنا ما بكترش في السكر، ومعلقة من القشطة عشان نديها القوام الكريمي الناعم والطعم المميز الحلو. ولا بقى كريم شانتيه ولا اي حاجة من الكلام ده، لان صحتك بالدنيا. قلبي بقى بايدك، ما تسيبش اللبن خالص، وتوطي الوابور علشان النشا بتاعك يستوى. لان انت لو عليتي النار، النشا هيبان في اللبن ومش هيبقى مستوي. ادي ودي بشكل ودي، وحركي شمال ويمين. شمال ويمين ايه؟ لا، حركي جهة واحدة. ايدك ما تسيبش اللبن خالص. ده كله عشان نديها القوام الكريمي الناعم، وكمان عشان ما تلزقش. فلازم توطي النار عليها. اترككم مع بعض المقاطع بصوت البابور.
هنا بقى ابتدت تتقل اهيت، ما تسيبهاش خالص في الوقت ده، الوقت ده كمان بالذات. ابعدوا عن الزيوت، ابعدوا عن الدهون. وعايزاكم تدعوا لي يا جماعه الخير، لان انا والله احيانا الضغط عالي، الضغط ينزل، الضغط عالي، الضغط ينزل. انا مش من محب الملح خالص خالص. ضغط عالي لان انا كنت مدمنه دهون، فطبعا عملت عندي ترسب. فلما الكوليسترول بيعلى هنا الضغط بيعلى. فبالله عليكم يا جماعة الخير تدعولي. الاكل بصراحة يا جماعة الخير، يعني مش عايزة اقول لكم ان الاكل مرض، دي حقيقة والله. هي ابتدت تتقل معايا اهي. لو حسيت انها خفيفة معاكي ولسه ما تقلتش، تقومي واخدة مغرفة وحطاها في المج، وحاطة عليها شوية نشا صغيرين خالص، وبعدين تحطيهم في الحلة مرة تانية. انا زي برضو حسيت انها لسه خفيفة، رحت حاطه عليها، حطيت مغرفه كده في المج، وحطيت عليها شويه نشا بساط خالص. مش عارفه هما بانوا كتار ليه مع ان انا حطاهم قليلين جدا. وتقلبي وتردي في الحلة مرة تانية. وتديها تقليب. قوامها كده اتظبط معايا خالص. النشا لو خامته كويسة هتعمل معاكي مهلبية، تفرق في الطعم وتفرق في القوام كمان. وهنا بقى صبيتهم اهوت في المج، وتحطي للتزيين سوداني وهيديها طعم جميل. وللتزيين شوكولاته.
ابعدوا يا جماعة الخير عن الشوكولاتات وما تزودوش في الأكل حتى لو هو صحي، بس لازم نزين، نعمل ايه؟ وإذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من لايك وشير فضلا وليس أمرا. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.